جالس النبي صلى الله عليه وسلم يفكر، وينزل عليه جبريل. فلما نزل جبريل قامت خديجة واخذت طعاما، صنعت طعاما في البيت، واخذت الطعام تبحث عن النبي، سألت عنه في 3 اماكن، كل ما راحت قالوا لها شوفي الرسول هناك. تقول فأتيت فإذا به عند الجبل، عند جبل الصفا. فتقدمت خديجة ومعها الطعام، وهي تمشي طاحت، عجوز كبيرة فسقطت. جبريل الآن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت جبريل، قال إن خديجة قد أقبلت. وتأتي خديجة فتدخل، فإذا بخديجة تأتي فيضمها النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام على العلاقة الزوجية الحميمة، هذا الحب الشريف. شوفوا خديجة تموت في حضنه، وهو يموت في حضن من؟ في حضن عائشة. بسأل سؤال يا اخواني المشاهدين ولكم، شلون علاقتنا مع حريمنا ونسائنا؟ ليش الواحد مننا اذا صارت علاقته بعد 3-4 سنوات تغيرت العلاقة بينه وبين زوجته؟ علاقة زوجية امتدت 25 سنة كلها حب ووفاء وتنبض عن محبة وقرب، فاذا بالرسول ينظر الى خديجة تعبانة. فجبريل نزل. الان جبريل لاحظوا اول مرة ينزل جبريل على النبي ما ينزل بقرآن، ما معه آيات. وش تبي يا جبريل جاي؟ انا اتيت اخبرك ان الله يقرئ خديجة السلام. في سلام معي تحية انا جاي اوصلها. من؟ قال يا محمد اقرئ خديجة من الله من ربها السلام. وخديجة دخلت على النبي واحتضنها، فقال يا خديجة ان جبريل هنا، وجلست. قالت انه يقرئك من الله السلام. الان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ خديجة ويخبرها بسلام النبي، بسلام الله تبارك وتعالى. قالت خديجة رضي الله عنها وارضاها هو السلام ومنه السلام. ثم قال جبريل واقرئها مني السلام حتى انا سلمني عليها. قال وان جبريل يقرئك السلام. قالت وعليه السلام. يا جماعة، يا نساء، يا أمة محمد، يا رجال، الوحي أمين السماء ينزل للأرض عشان يبلغ تحية الله لامرأة هي ليست بنبي، لكنها مرأة جادة صالحة، مرأة وقفت قالها النبي عنها لما قالت عائشة يا محمد خديجة خديجة كأن الله لم يخلق لك غيرها، لقد أبدلك الله بخير منها. قال لا والله لم أبدل بخير منها، لقد آمنت بي يوم كفر بي الناس، وصدقتني يوم كذبني الناس، وواستني يوم لم يكن هناك أحد يواسيني، ورزقني الله منها بالولد يوم لم أرزق منها بغيرها. ثم سكتت عائشة تقول عرفت ان الرسول تأثر. قلت يا رسول الله استغفر لي. قال والله لا استغفر لك حتى تستغفري لخديجة. استغفري لها وبعدين استغفر لك. خديجة يا خديجة ان الله يقرئك السلام. قالت الله هو السلام ومنه السلام. كأن الله يقول لها يا خديجة انت تعبتي وتألمتي وكنت تروحين للغار وانت عجوز وتطلعين لمحمد على الحجر وتأخذين الطعام وصبرتيه وثبتيه وضميتيه ودثرتيه وزملتيه وذهبت به الى ورقة وثبتيه، والله لا يخزيك الله ابدا. كنت ناصرة له، كنت واقفة في وجه الباطل مع الحق، كنت مع محمد. يقول الله انت السلام، كأنه يقول لها ارتاحي يا خديجة ستموتين بسلام وتخرج روحك بهناء. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ثم قال وإن الله يبشرك. يا إخوان هذه أمكم، أمك أنتم حاسين فيها؟ قولوا أمي خديجة، هذه حبيبتنا خديجة أمنا رضي الله عنها. أمك هذه الله يقول وأزواجه أمهاتهم. هذه أمنا خديجة رضي الله عنها. نشهد الله على محبتها ونشهد الله على محبة كل أمهاتنا زوجات النبي أمهات المؤمنين. هذه أمنا خديجة. يا مرة يا فتاة يا بنت يا كل امرأة اقتدي بهذه الأم، أمك خديجة. ينزل عليها جبريل ويخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام برسالة جبريل، ثم يقول لها الله يقرئك السلام، ثم يقول وبشرها ببيت في الجنة من ايش؟ من قصب. القصب على شكل الغار، جاي كذا شكل العش، لأنك كنت تجين عند محمد في الغار تقول كان الرسول يتعبد الليالي العدد، يقعد الأيام العدد في الغار،
وكانت تجلس معه فترة من الايام. جلوسك هنا وتثبيتك لمحمد عوضك يا خديجة بيت في الجنة. وقال بعض العلماء لانها فتحت بيتها للنبوة واستقر النبي في بيتها ابدلها الله ببيت في الجنة. ولانها تعبت في الدنيا قال لها الله بيت يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. ما عاد فيه التعب اللي مر عليك يا خديجة، ليس فيه نصب بإذن الله جل في علاه. أسألكم سؤال، تتوقع لحظة الموت إذا نزلت عليك بتنزل عليك مثل ما نزلت على خديجة بسلام؟ ترى خديجة ماتت فيها اللحظة، فقام جبريل وخرج، وقام النبي فاحتضن خديجة واخذت تقول لها الكلمات الجميلة. قالت يا محمد والله لن يخزيك الله ابدا، والله لن يخزيك الله ابدا، انك تصل الرحم. والله لن يخزيك الله ابدا انك تصل الرحم وتعين على نوائب الحق. اصبر يا محمد وخذ بوصية ورقة بن نوفل، فإن قومك سيؤذونك وإنهم سيطردونك وإنهم سيعادونك. وتثبت حتى في آخر لحظة. هذه الزوجة المثالية الحقيقية التي عرفت قيمة هذا الرجل وهذه الرسالة رضي الله عنها وأرضاها، ثم ماتت وهي في حضن حبيبها صلى الله عليه وسلم. وحزن النبي عليه حزنا شديدا وتعب عليه الصلاة والسلام، حتى سمى بعض المؤرخين مجتهدين هذا العام بعام الحزن. لو انا وانت بيدنا اختيار موت ابو طالب وموت خديجة يموتون الان، لو كان الاختيار عندنا اخرناهم الى بعد ذهاب النبي الى المدينة، الى بعد فتح مكة، لكنها حكمة الله جلت قدرته، والله جل في علاه اختارها ان تموت في هذه اللحظة لاسباب، من اهمها كأن الله يقول لمحمد يا محمد يا محمد لا نريدك ان تتكل الا علينا، واعلم ان البشر يموتون واننا وحدنا من ينصرك ومن يعينك ومن يثبتك على الحق الذي انت عليه. فاذا بها رضي الله عنها وارضاها تموت وتدفن رضي الله عنها، ويبكي عليها النبي ويحزن، حتى ان الصحابة يأتون النبي بعد ايام يجدونه يبكي، يقول يا رسول خفف عليك خفف عليك، فبكى وقال انها ام العيال ربة البيت، انها المرأة التي وقفت معي يوم تخلى عني كل الناس، انها المرأة التي امنت بي يوم كفر كل الناس، انها خديجة وكفى. ويبكون الصحابة حتى قالوا ليتنا ما تكلمنا. الان المسؤولية عظيمة، خديجة ماتت وفيه عيال وبنات في البيت، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات له في بيته. ذهبت زينب كانت متزوجة ابو العاص بن وائل، ورقية تزوجها عثمان، لكن بقيت فاطمة رضي الله عنها وام كلثوم. فاطمة عمرها 14 سنة، معنات فيه مسؤولية بقيت عليك يا محمد مع هؤلاء البنات، محتاجين الى رعاية والى مجهود. تأتيه امرأة تقول يا محمد الا تتزوج بعد خديجة؟ ويبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي ويقول وهل من زواج بعد خديجة؟ يعني هل من امرأة تقوم مقام خديجة؟ في حرمة تقوم وتسد المكان الذي سدته خديجة؟ من حب النبي لخديجة جلس 2 بعدها ما تزوج. وهنا ارد على البعض المستشرقين اللي يقولون بان محمد يحب النساء، نقول لهم خسئتم وكبرت كلمة خرجت من افواهكم. رسولنا تزوج عمره 25 سنة بامرأة تكبره ب15 عاما، عمرها 40 سنة، وكان تاريخه العفاف والعفة والشرف والصدق والأمانة، حتى شهد أعداؤه له. ثم بقي عليه الصلاة والسلام 2 عام، وأول من تزوج بعد خديجة تزوج بسودة بنت زمعة، لأنها جاءت مع المهاجرين من الحبشة ومات زوجها، وكان عمرها يوم أن تزوجها النبي 83 سنة. أقولها لكم لو مات أعز الناس عندك، أخاطب إخواني الذين فقدوا آباء وفقدوا أبناء، وأنا أعرف أن اليوم في البيوت مكلومين
وربما فيه بيوت اليوم فيها عزاء وفقدوا حبيبا او صديقا او عائلا للبيت. اقول لمن خذله اصدقائه او خذله رئيسه في الوظيفة او خذله شريكه في التجارة او خذله من حوله ممن يحبهم او يعتمد عليهم، اعلم ان الله معك، اعلم ان الله معك. اعتمدوا على الله، توكلوا على الله، الزم يديك بحبل الله معتصما، فانه الركن ان خانتك اركانه. بعض الناس يقول امي وابويهم كانوا نور حياتي، نعم هم نور الحياة، لكن لا تقل انتهت الحياة. اثبتوا وتوكلوا على الله واعملوا. وينزل الله جل وعلا عليه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم تموت خديجة، يموت أبو طالب، قد تظلم الحياة أحيانا في وجه إنسان، لكن الرسول يعمل، وأخذ شعاره: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا تبحث عن غير الله. إذا أصبت بأي مصيبة في الحياة، إذا تكالبت عليك الأعداء، إذا اجتمعت عليك الهموم، إذا تكالبت عليك الديون، إذا مرض الأصحاب والأصدقاء والأبناء، إذا تخلى عنك أي أحد، اصبر، فإن الله جل وعلا معك.